بعيدا عن محتوى الدبلجة وبعيدا عن محتوى توم وجيري اللي كنت أقدمه، اليوم حابب أحكي لكم قصة صارت معي أيام المراهقة. مرة كنت طالع مشوار مع حبيبتي، وأنا بنظر حبيبتي أقوى شخص بالتاريخ وما في ولا مخلوق بيقدر يوقف بوجهي. يعني فيكم تقولوا إنه كنت سوبرمان بعيونها، بس للأسف هي النظرة اللي كانت آخذتها عني ما طولت كتير وانهارت بلحظة من اللحظات. لهيك رح بلش لكم القصة من البداية. وقت كنا بالجامعة كان كل ما يصير مشكلة أو خناقة رفقاتي ينادولي، لأنه كنت أنا القبضاي تبع الشلة على أساس. حتى مرة حبيب رفيقتها كان عم يهددها إنه يخبر أهلها إنها بتحكي معه، وأهل هي البنت كانوا متشددين كتير، يعني إذا عرفوا إنها بتحكي مع شاب رح يشقوا لها تمها حرفيا. ورحت لعنده أنا، قعدت جنبه على المقعد وقلت له إذا أنت زلمة ابن زلمة بتروح بتخبر أهل هي البنت، وحياة شواربك وشعرات رجلي إنك بيوميتها ما رح تنام بالبيت، رح تنام بالمشفى. وهو يا حرام من الخوف صار وجهه أصفر، اطلع فيني وقال لي لك مستحيل خبر أهلها، هي حبيبتي وأنا بحبها، بس حكيت هيك لأنها عصبتني. قلت له لكن أنت اوعك تعصبني مرة ثانية وتهددها. وحملت حالي ورجعت لعند حبيبتي ورفيقتها وأنا مرفوع على الراس وكأني جبل شيخ الجبل. المهم مالكم بطول السيرة، مرة من المرات كنت راجع من الجامعة أنا وحبيبتي وعم وصلها على بيتها، ولقينا أخوها يلي عمره 10 سنين قاعد بالحارة وعم يبكي. رحنا لعنده قلنا له شبك شوفي شو صاير معه. قال لي في واحد كبير ضربني. قلت له بس قصتك محلولة، قوم امشي معي. طلعت بحبيبتي وقلت لها انت خليكي هون، انا رايح شوف مين ضربه وراح احرقه هو واهله ورفقاته واولاد حارته وراجع لعندك. هلا بصراحة من وين جبت كل هالثقة اللي كنت عم بحكي فيها انا ما بعرف. قالت لي هي لا مشان الله بلا ما تنحبس بسببه. قلت لها لك بعدي هيك الحبس لرجال، واعطيتها نظرة جبل شيخ الجبل ومشيت انا واخوها. ونحن ماشيين قال لي اخوها هذا يلي ضربني. طلعت هيك لقيت واحد طوله 3 امتار وعرضه مترين مثل البغل، كرشه 7 طبقات، لك بزازه ووزن كل بز 50 كيلو تقريبا. يعني اذا بتشيل كل بز لحاله وبتحطه على الميزان مستحيل يطلع اقل من 50 كيلو انا متاكد. يعني هاد ما في داعي يضربني، اذا بيرخي طبقات كرشه وبزازه علي رح يخنقني ويكسر لي عظامي حرفيا. هاد لسه ما حكيت لكم عن فخاده، عنده كل فخذ اعرض من سيخ شاورما، لك لغلوغه لحاله بيطلع وزنه 25-30 كيلو تقريبا. يعني انا متاكد انه هذا مو مكانه هون، هاد مكانه بحلبات المصارعه. طلعت باخوها لرفيقتي وقلت له لك الله لا يوفقك، ما لقيت غير هذا تتخانق معه. بس هون قلت لا لازم اقوي قلبي، وطلعت براسي غنية نحن زلم الجد الجد جبل عالي نهدو هد، ومشيت لعنده وانا عم اسمع هي الغنية براسي. والله لا يوفقه اخوها لحبيبتي دعس لي على شواطئ البوط وانا ماشي لعنده، وقعت بين فخاده لابو لهاليط. وطبعا هون ابو لهاليط ما رح يروح الفرصة من ايده، وهو ما عمل شيء بس قعد علي ورخى بزازه ولهاليطه وطبقات كرشه كلها علي. وبهي اللحظات ما فيني اوصف لكم شعوري، يعني حرفيا كنت حاسس انه قطار قاعد علي او افعى انا كوندا طولها 10 امتار لاففتني وعم تعصرني. وهون ما كان طالع بايدي غير انطق الشهادتين، لانه خلص انا عم اختنق، انا عم موت حرفيا. ومو بس هيك هجموا علي رفقاته، الله لا يوفقه منقي رفقاته كلهم نسمان. بتحس شرط الدخول على الشله تبعه انه يكون وزنك فوق ال 200 كيلو، يعني اذا وزنك 199 كيلو مستحيل يقبلوه. بيروحوا بيشتروا لك كم سندويشة شاورما وكم سندويشة برجر وبيطعموك ياهن لحتى يزيد وزنك وتصير بالوزن المطلوب للدخول للشله. وهجموا علي شله الاسمان مثل قطيع فرس النهر، حسيت حالي قاعد بفيلم جومانجي وقطيع من افراس النهر هاجم علي. واحلى شيء انه هن وعم يضربوني ما عم يستخدموا ايديهم او رجليهم، لا هدول بيستخدموا كرشهم بالضرب. يعني لحد هلا متذكر انه في واحد سفقني كف ببزه اليمين ضل بزه معلم على وشي اسبوع يمكن. وصدقا كيف عم باكل الضرب ما بعرف، بس كل يلي متذكره انه لهلوطه من هون تضربني، فخد من هون يسفقني، كرش من هون يمعطني. يعني انا بوقتها شايف خناقات كتير، خناقات ضرب بالعصي بالبواري الحديد لك بالسكاكين، بس اول مره بحياتي بشوف خناقه بالدهون والاكراش واللهاليط. لحتى بتذكر انه في واحد رفع طبقه من طبقات كرشه وخنقني فيها. بس المفاجأة ما كانت هون، المفاجأة انه هالمرة ما اختنقت انا من وزن الكرش، اختنقت من ريحته. وبصراحة الريحة ما بتنوصف، بس رح حاول اوصف لكم اياها. الريحة كانت عبارة عن ريحة مجموعة من الخواريف، زائد مجموعة من الدجاج، زائد حاوية زبالة، زائد بقر، زائد جرابات، يساوي ريحة هاد
الشخص، وما راح فوت اكثر بتفاصيل الخناقه، بتوقع لهون بكفي. المهم حملت حالي انا واخوها لحبيبتي بعد التعنيف الدهون يلي تعرضت له ورجعنا لعندها. المهم رح اختصر لكم القصه هلا. اجيت انا وحبيبتي لقينا اخوها قاعد وعم يبكي واكل قتله، رحت اخذ له حقه، رجعنا نحن اثنين عم نبكي وبدنا مين ياخذ لنا حقنا. بس على فكره القصه فيها عبره، العبره من القصه تبعي بصراحة ما بعرف وينها، بس المهم فيها عبرة، دوروا عليها. لا عم امزح، العبرة من القصة تبعي انه تخانق مع واحد معضل، مع واحد نحيف، بس اوعك تتخانق مع واحد سمين، نصيحة مني. واذا عجبكم هالنوع من المحتوى اكتبوا لي بالتعليقات لحتى كتر لكم منه. واذا حابين الفيديو الجاي احكي لكم كيف تعرفت على حبيبتي المغضوبة يلي اكلت قتلة مشانها، اكتبوا لي بالتعليقات، وانا عم فكر انه نعمل قصص المتابعين. اذا حابين تبعتوا لي قصصكم واحكيها بفيديوهات لحالها بعتوا لي اياها على الانستغرام، هذا هو حسابي على الانستغرام او الرابط موجود بالوصف يلي بدكم اياه. واذا عجبك الفيديو خلاك تبتسم حط لي لايك واشترك بالقناة لحتى نوصل 100,000 بأقرب وقت. وهي مجموعة من تعليقاتكم الحلوة، الله يسعدكم على هالتعليقات شو بتفرحني. وهلا اذا وصلت لهون اكتب لي وصلت بالتعليقات وخذ مني قلب.